نعود للحديث هذه المرة على الترجي الرياضي، عن الترجي طبعا ومشاركته في ربيع الأبطال أمام بيترو الأنغولي كهوامش وكواليس الرحلة، وأكيد إقامة الترجي على عين المكان في أنغولا في هذا التقرير. كانت هذه الأجواء الخاصة بالمباراة. نمشيو للمقابلة من خلال أكيد عصام الشوال اللي حضر أو علق على المباراة، ملخص في علاقة بمباراة الترجي الرياضي وبيترو الأنغولي. تفضلوا. إذن الترجي يتفادى الهزيمة في مباراة مثيرة، وفي علاقة أيضا بالاحتجاجات الترجية على التحكيم. قبل هذا كيفاش شفت المباراة وكيفاش كان الترجي مقارنة بالمقابلة الأولى؟ كان احسن على مستوى خلق الفرص، وخاصه بكل صراحه الشوط الاول. معناها الشوط الاول الترجي كان متميز، سيطر معناها على الشوط الاول، خلق عديد الفرص. دانو معناها ما حلفوش الحظ، معناها مرتين، مره على العارضه كيف مره الثانيه التدخل نتاع الحارس كان موجود. دونك فرص كانت موجوده، الفوليوم دو جو معناها كان موجود بالترجي في الشوط الاول. الشوط الثاني الحقيقه الفريق الانغولي دخل مليح كما يلزم في المباراه وسجل الهدف الاول. ما ننساوش زاد قبل ما نفوت الشوط الاول فما هدف الحقيقه كان موجود من غير تسلل، معناها شفناه واضح، معناها لانه خارج الدقيقه الثالثه، معناها الديبيو نتاع الماتش كان ينجم يقلب الفيزيونومي نتاع الماتش كامله. معناها جاي من الخلف دانو، باس كانت من بن عليه، ما فما حتى معناها وضعيه نتاع تسلل. الحكم هذا ندالا الحقيقه بكل صراحه نعرفوه تاريخه، معناها سورتو مع الترجي التونسي في عديد المباريات، منها المباراة الشهيرة ضد الأهلي في الفينال، ضربة جزاء معناها واضحة للترجي ما ظفرهاش، وعديد معناها المباريات الأخرين اللي ما كانش فيها منصف وما عطاش حق الترجي التونسي. كيف المباراة هذه نحى هدف، والهدف بالنسبة لي أنا وهذا رأيي الشخصي مسبوق بمخالفة صحيح لوكبيلو واضحة جدا، معناها ما ظفرهاش. شوفوا الأربيتر هذا الحقيقة بكل صراحة وبدل وجهة المقابلة. دونك ما نجموش نحكيو على تحكيم نزيه في افريقيا اذا كان نشوفوا حكام بالوجه هذايا، والحكام ما تعطيش حق الناس على مستوى الفرق الكل بصفه عامه، وخاصه ندالا هذايا اللي عنده تاريخ خايب برشا مع الترجي الرياضي التونسي. نحب نعطي معناها الجلاسي نعطيه حقه اللي قاعد يقوم بمباريات ممتازه جدا على مستوى معناها الدفاعي، قاعد يربح في نقاط كبيره معناها في محور الدفاع. كيف بن حميده الماتش هذا عدا ماتش كبير، معناها شفنا كانت فرصه محققه معناها للفريق الانغولي، شفنا الجيست معناها اللي عملها ديفونسيف، التاك اللي عملوا في اخر دقيقه باش منع الهدف، وقبيلوه كيف عدا مباراه ممتازه. ربما التجسيم هو ما كانش موجود في الترجي التونسي، وهذا في ساعه يتحل المشكله هذه، لانه جاي مباريات صعيبه والترجي يلزموا عديد الفرص اللي يخلق فيهم، لازم تشوف فرق تجيها فرصه بركه تسجل. هاك شفت معناها لازم الترجي فرص عديد الفرص اللي تجي لازم يستغل الفرص ويسجل. كيف دياكيتي الدخول نتاعو كان ممتاز، خلى الترجي في الكورسه، معناها نكونوا واضحين. الهدف جاء في وقت متميز، خلى الترجي يفوز بنقطه اللي باش تخليه يخدم في التريف هذا باش يحضر المباريات اللي جايه، وديما بنفس ديما تخرج معناها تخلي عندك الامل باش تنجم تترشح. والترجي التونسي حقيقه بالافكتيف اللي موجود لازم يتعدى معناها الدوري مجموعات. هذا هو. ما نعرفش رضوان شنو تنجم تضيف على الكلام اللي قالوا يعني يمكن الاضافه صغيره وتاكيد الكلام مجدي، لانه اتى على كل النقاط في علاقه بهذه المباراه. صحيح، جوست اضافه صغيره تاكيدا لكلام مجدي. يظهر لي الترجي الرياضي التونسي لما قام بالتغييرات، دخول جبري سيرتو دياكيتين بعد حتى معشا، نحسوه كان اخطر من الناحيه الهجوميه، بلوز افيكاس. النقطه الاخرى الفريق المنافس بيترو اتليتيكو معناتها بالديسبوزيتيف تاعو 3-4-3 ويولي 3-5-2 في الحاله الدفاعيه، اقلق نوعا ما الترجي، خاصه في لي ترانزيسيون نتاعو في الانترفال كان خطير. مازال الحقيقه كل شيء جايز في المجموعه هذه، سيرتو انه الترجي اقتلع معناتها التعادل في اخر الدقائق يخليه موجود وحظوظه كامله. بتاتر كسيل ابو عاليه يظهر لي معناتها على مستوى الاتليتيكمون وحتى في لي دويل نتاعو وقت اللي يطلع الباليه شويه نحسوه الحقيقه ما يكونش في احسن حالاته.
دانو مطالب باش يكون اكثر زاد حاسم وافيكاس ويتجاوز بتاتر ضربه الجزاء اللي ضيعها، لانه سمعنا انه من الناحيه الذهنيه ماهوش 100%. للدرجه هذه يقول مبسوط معناها بعد ضربه والله الجزاء. سمعنا كيلك ديكلاراسيون تقول انه الملاعبي ما بتاتر ما تجاوزش ضربه جزاء، لكن مطالب ما دامه ملاعبي جايب قيمه كبيره وموجود كهداف للنادي مضطر ولازم يسجل اهداف خاصه في الشامبيونز ليج. طيب. بالنسبه لي انا حبيت نزيد حاجه. الترجي يلقى مشاكل وقت اللي تلعب له ايكيب تبدا كومباكت وما تخليلوش برشا مساحات. الترجي يلقى المشاكل على خاطر في وقت من الاوقات ومش بعيد، وهذا نعاود نقولوه ديما، يوسف البلالي ويان ساس كانوا هما الحلول اللي نجموا يحلوا الوضعيات هذه. الترجي لابد في التريف هذه يستغل. ماهر كنزاري لازم يخدم عليها خاطر الماتشات هذوما مازالوا باش يتعاودوا، مازلنا باش نشوفوا منافسين باش يجيوا ملعب حمادي عقرب بيرادز باش ما يخليوش مساحات للترجي، وباش الترجي لابد يحاول يسجل في اسرع اوقات، خاطر راهو في المباريات هذوما تعرف انت قد ما تسجل انت اسرع قد ما تلقى المساحات تسهل الماتش على روحك وتسهل المباراه. واليوم الترجي زاد كيف النجاعه الهجوميه اللي هي مفقوده في الفتره الاخرى، اللي بالحق يثقل المباريات ويخلي المباريات تثقل على الترجي الرياضي التونسي. لكن باستثناء هذا الكره زاد كيف راهو وقت اللي تعطيك في وقت معين، خاطر الهدف اللي سجل راهو بدل برشا حاجات في مسيره الترجي. باش نبداو واضحين جا قبل التريف على خاطر لا يقدر بيان سور الترجي يروح نحكيو على وضعيه اخرى ونحكيو على سيتواسيون اخرى، وبرا تولي اقاله مدرب وندخلوا في الشك ويدخل الترجي في مرحله نتاع شك. شفت كوره بعد ساعات تنجم تمنعك، لكن لابد انك تعرف توظفها باش تصلح الاخطاء نتاعك، خاطر زاد ما تقعدش اليوم تقول راني انا عدلت في انغولا راهو سي بون كاو. رد بالك راهو الماتشات هذوما مازالوا يتعاودوا، لابد عندك اخطاء يلزمك تصلحها باش يرجع الترجي بالنجاعه المطلوب. مختار. بالنسبه لي نمشي نتفاعل مع مجدي بالنسبه للاربيتر، خاطر الحقيقه الترجي تظلم ومش اول مره، خاطر يظهر لي المغاربه والمسار ما يتظلموش. نحن نعرفوا من الله يرحمه سي سليم علولو ولا حتى سارتا مامون طارق بشماوي، عندنا في ليزانسونس اللي يدافع عليك، تو ما عندك شكون يدافع عليك. هنا بربي جبت موضوع هام ونمشي لحامد المغربي. اول حاجه باش يقعد ساكت، وثاني حاجه باش يتفاعل معنا في علاقه كل شيء اليوم شديته خويا راس شادوا. لا اليوم حكايه في الامور الفنيه كل حكايه فيها اليوم. لا حامد الى اي مدى بعد ما نشارك طبعا مختار، الى اي مدى ممكن تتاثر الكره التونسيه في غياب من يمثلها او من يدافع عن مصالحها؟ كيفاش يتم الدفاع على مصالح الكره التونسيه من خلال نواديها ومنتخباتها عندما يكون هناك اعضاء فاعلين في الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ اي كلها لوبيات عادل، وفما مراكز نتاع تاثير في الاخر بالكل. انت اش تسوى ونيفو نتاع لي زانستونس هذوما، اذا كان يكون رئيس اللجنه نتاع التحكيم يكون من البلاد هذيك ولا يكون عنده علاقات خاصه مع بقيه الناس الفاعلين في الاتحاد الافريقي، ياخذ بعين الاعتبار العلاقات هذوكم، وفما توصيات وفما معناها ناس تخاف وعادة يلزم يكون البلاد اللي تحب تحافظ على حقوقها وعلى معناها مصالحها يلزم يكون عندها شكون ممثل تمثيليه، يلزم شكون يمثل، اما زاد يلزم يكون تمثيليه فاعله، لانه التمثيليه احيانا فاعله ووازنه. بالطبيعه انك تكون عضو في لجنه اللي ما عندها حتى قيمه ما تسوى حتى شيء. طيب وقت تكون انت معناها ممثل بعضو فاعل ووازن في اتحاد افريقي مثلا، شنو المساج اللي تجوز الحكام ولا لجنه التحكيم؟ يعني انه باش يعاونوك ولا الحد الادنى يعطيوك حقك على الاقل؟ يعطيوك حقك على الاقل وما يقعش هضم حقك سورتو، لانه في الاخر بالكل كي يبدا عندك شكون في الكاف يخافوا منك غدوه في الايام معناها. دونك ما عادش نحكيو على عداله رياضيه. لا فماش العداله عند ربي في الكوره، ما فماش عداله، فما انت اش تسوى. العداله ما تفحنيش ما تخسرنيش، الحاجه اللي الاخر بالكل الاخر بالكل. تذكر التريو الاربيتراج الماتش الاهلي وصفاقس في رادس. لا ما تذكرش. وكل فضيحه كبيره تحكيميه. كوفيكو جا عمل كل شوف انا نتذكر قابل تونس، انا نتذكر في وقت عندنا شكون في الكاف نو؟ عندنا سي معلول وقتها. عندنا اللي سي معلول. انا نتذكر في عندنا سي معلول ظلمنا. اي صغير
في الاخر بالكل باش تتظلم مره على 10، مش انه يكون ما عندك حد في الاخر بالكل. من سيدو الاهلي هذه هنا، لا تتذكر ماتش الاهلي والاسبيرونس، تذكر الماكينه نتاع الاهلي، ماتش الاهلي الاهلي زاد احتجت على التحكيم تقريبا لاول مره في مباراه ضد جيش الملكي المغربي. اما سيطره تامه توا للمغرب على في مستوى لي زانستونس توا في افريقيا، وان شاء الله احنا تلفاسون توا اللي قاعدين توا الاستقرار نتاع المكتب الجامعي، لانه الفتره اللي فاتت كلها استغلت المغرب ومصر اللي هم هذوما مراكز القوى في الاتحاد الافريقي، استغلوا انه احنا في تونس عندنا فوضى عارمه، دونك خذاو هما المناصب هذوما في الرياضه نحكي بالطبيعه. دونك لهنا في الاخر بالكل قاعد توا يرجع، توا في الاخر بالكل قاعد يرجع. مثلا توا شفنا معناها اعضاء المكتب الجامعي الحاليين توا مش يعاودوا يدخلوا في ليزانسونس، وان شاء الله ياخذوا مناصب معناها هامه اللي تكفل الحمايه نتاع النوادي التونسيه. وشفنا في وقت من الاوقات في مباراه النهائي بين الترجي والاهلي كيفاش معناها رئيس الاتحاد الافريقي انحاز للمغرب، وحتى معناها حبوا يفكوه الماتش معناها فكان، سواء كان في اجتماع الاتحاد الافريقي في فرنسا ولا من بعد حتى في مصر، لولا وقفت حكي على الوداد اي بالطبيعه الوداد لولا وقفت معناها معناها فريق الدفاع نتاع الترجي والمكتب الجامعي في الفتره هذيك. يعطيك الصحة. تفضل. بالنسبة للمباراة هذه ومباراة استاد مليان تقريبا 10 فرص الترجي متمكن كان يسجل هدف وحيد. بالنسبة لدانو ما نتصورش أنا أنه ممسوس على خاطر 3 مينوت سجل هدف شرعي لكن الله غالب حطه ورجو اللي بالراس أعطاه حقها ضربة الترانسفيرسال، والأخرى كوتي حتى ما نتصورش أنا في مستوى اللاعب هذايا أنه باش يتمس مورالمون ولا مونتالمون عادي. الديكليك يدخل بونتو راه يدخل بونتو تترجع، لكن على مستوى الحجم اللاعب والفرص الحقيقة الترجي لهنا موجود قاعد يصنع في الفرص، تطلع الفوق مشى حتى لي شونجمون تاع ماهر الحقيقه تعامل معاه مليح. دياكيتي اونتر بارونتيز لهنا هل يستحق باش يكون موجود يعني هو كدوزيام اتاكون قبل الجبري؟ ممكن انا نرى انه خاطر يخدم في خدمه كبيره والديتونت اللي عملها من غير ما يعمل فوت راه ماهي سهله الحقيقه في الطون هذاك، يعني كوتشينج باهم ماهر كنزاري. لكن هنا الحقيقه في بوعاليه الحقيقه عمال يتذبذب المردود نتاعو، ماهوش قاعد يعطي، ماهوش يمشي ل 16 متر 50 من البعيد قاعد يلعب. انت راهو كايترونجي مطلوب بالاضافه، لكن نتصور الترجي مطالب باش يزيد يحسن لي بالاريتي. لكن حبيت نرجع للهدف. الهدف صحيح هو فوت على وقبيلو خاطر ما يتيحش هذاك، ومن بعد شهاب جبالي ما عرفش كيفاش يتكلي الكره، ومن بعد وقت اللي خذاها الكره فهمت يا ريس هذا بالكل في الديبار مرياح راتي الديجاجمون. لا انا باش نرجع لمرياح ساعه. انا راهو مرياح يلعب كيما حكينا على توق بريكا دحمان فهمتي، قلنا راهو يتحمل مسؤوليته. زاد انت لهنا راهو جوار انترناسيونال وكابيتان، ما تدورش بظهرك راهو غادي كيف يشوت، ما تدورش. كان انت مشيت له زدت قدمت وحط يدك التالي كنت تنجم تعرض تعمل هذا الكرون نعرفوا الكرون تاع راهو بكل صراحه. راهو بالنسبه لنا احنا هذوما اللي جاز الحقيقه بنال هذوما في الميني نعلموهم في الليكول، عمرك ما تدوروا بظهرك. كان تعاودوا ترجعوا حتى للهدف اللي سجلوا هو اللي ساهم في الهدف باش حلوا لونجل من البعيد 5 متر سي تو في نورمال حل ساقي تقريبا كيما الكفرون اللي تماركا ليكيب ناسيونال في نفس الجيست التكنيك. نتصور هنا مرياح لازم يراجع روحه زاد. طيب التصريحات ما بعد المباراة في هذا التقرير. كانت هذه التصريحات طبعا الخاصة بمباراة ممثل الكرة التونسية في هذه البطولة، بطولة رابطة أبطال أفريقيا. أسامة كانت تعطينا قراءة فنية للنتائج وللترتيب إلى حد الآن. لحد الآن عادل شوف فما بيترو 4 نقاط، الملعب المالي اللي كانت نورمالمون الناس الكل يعتبروها الأضعف 4 نقاط، ترجي 2 نقاط وسيمبا 0 نقطة اللي يعتبروها الأقوى 0 نقطة اللي هي كانت في أول التورنوا كانت أفضل فافوري. ولذلك ما زالوا 4 مباريات عادل ما زالت 12 نقطة. نتصور أن الترجي المباراة اللي فاتت والمباراة هذه بالكم اللي جاء من الفرص سي فري فما المهاجمين ما عرفوش كيفاش يسجلوا الاهداف، لكن اهم حاجه ديما نقولها اللي كونوا الفرص موجوده. ما زالوا 4 مباريات، المباراة الجايه ضد سيمبا نتصور انا في رادس اللي ترجي خلينا نقولوا على الورق مباراة الموسم باش تكون مباراة الموسم ترجع فيها بالكورسة ترجع في الكورسة ويرجع الأمل الكبير باش تلعب على المرتبة الأولى. صحيح. وحتى المباراة هذه اللي شفناها عادل الحقيقة يعني كي شفنا الفرص كونتر المتصدر خلينا نقولوا بيترو، خلينا نقولوا الترجي في طريق مفتوح إذا نشوفوا نفس العزيمة اللي شفناها في المباراة هذه.
المباراة الأخرانية، ولذلك سامحني ناصر مازالوا 12 نقطة. 12 نقطة الترجي نجم يتعدى في بيان سور في الواحد، لكن خلينا نقولوا الإشكال الوحيد اللي مازال هو في الهجمة في اخر تقسيم الفرص وكهو اخر الباس الاخرى في التسييم، هذا هو اللي ناقص الترجي تو. عادة بالنسبه لي انا الترجي تلعب مع سيمبا ماتش الي وريتور، تلعب في رادس وبعد تلعب للبرا، معناتها باش تكون هذوما زوج ماتشات ديسيزيف بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. واضح. بالتوفيق لممثل الكره التونسيه في كاس رابطه ابطال افريقيا الترجي الرياضي اللي قدم زوج مقابلات ممتازين، خاصه المقابله الثانيه، لكن كانت النجاعه الهجوميه غايبه مع طبعا مظلمه تحكيميه واضحه كما اكدتوها منذ قليل. نمشيو لاجواء ما قبل المباراه الدوليه الوديه بين النادي الافريقي ومنتخب نجوم القدس. عزيز الجباري، محمد الساحلي ومحمد المسيري في هذا التقرير. الشعب النادي الافريقي عودنا انه يكون ديما مساند للقضايا العادله في العالم الكل. فلسطين ديما تقعد في قلوبنا احنا كشعب النادي الافريقي كتونس. دونك اقل حاجه نعملوها في تونس وفي النادي الافريقي انه نحضروا اليوم ونساندوهم باقل ما ينجم يكون. احنا ما جيناش على الفوتبول، احنا جينا باش نوريو موقف، باش نوريو اللي احنا ديما مناصرين للقضيه الام اللي هي قضيه الوطن العربي وقضيه المسلمين والقضيه الفلسطينيه. اليوم الساعة ماتش بين القلب والعقل، القلب في غزة وفي فلسطين والعقل في الكلوب. الكلوب معروفة سباقة في ليزيفينمون هذوما، ان شاء الله تكملوا وتتواصلوا، هذوما ديما راهم اخواتنا وشعبنا وحاسين بلامهم في القلب، راهم ديما في القلب. من اول لحظة لاخر لحظة نحن ديما مع القضية، ديما ساندين اخواتنا في غزة، وهذه عبارة على جست صغيرة باش نوصلوا لهم ميساج اللي نحن رانا ديما واقفين معاكم بأي وسيلة، معناها رانا واقفين معاكم ديما، وإن شاء الله ربي ينصرهم. وتحية النادي الافريقي. تشوف مشاهد كيما اللي شفناهم عامين التالي، وشفنا الاحداث اللي صارت واخواتنا كيفاش قاعدين يموتوا، صور الجيست هذه اكثر حاجه سامبل واقل حاجه تنجم تترجم الحب نتاع توانسه والنادي الافريقي بمختلف جمعياته ومختلف مكوناته الرياضيه تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه شعبنا في غزه وفي الضفه في فلسطين الكل ان شاء الله. اضعف الايمان هذا يتسمى اللي نحن نعملوا مقابله وديه تشارك كل مداخيل لاخواتنا في فلسطين وفي غزه سبيسيالمون ان شاء الله. تاريخيا النادي الافريقي ارجع من 1915 في تونس، واحنا ضد الاستعمار وضد الظلم في العالم الكل، مش كان في تونس. قومناه في تونس وتو مع فلسطين، وان شاء الله معاهم بالاخر رمق. واليوم انا ماناش جايين باش نشجعوا فلسطين ولا نشجعوا الافريقي، اليوم جايين نفرحوا لفلسطين والافريقي. حامد المغربي، يعني مقابلات كما هذه اكيد دعم مره اخرى القضيه الفلسطينيه، وتاكد وجود طبعا دعم كبير من الرياضيين التوانسه على مختلف مشاربهم ونواديهم وانتماءاتهم للقضيه الام، قضيه كل التونسيين. صحيح، هو الشعب التونسي الكل مع القضيه الفلسطينيه ويدعم القضيه الفلسطينيه، ولكن اختص النادي الافريقي في هذه المناسبه بنصره فلسطين ونصره غزه. تحية كبيرة برشا لكل الجمهور اللي كان حاضر، واللي كان ممن أن المباراة هذه ماهيش مباراة متاع رياضة اللي شكون منتصر وشكون مش ينهزم، كانت بادرة من أجل إرسال رسالة لأهلنا في غزة أنه احنا واقفين معاهم
حتى بأقل ما يمكن من الإمكانيات، ولكن زاد كذلك هي رسالة للعالم أنه فما في تونس ثم شعب بالفعل يؤمن بالقضية الفلسطينية، وهي رسالة أعتقد هي الرسالة السامية التي يجب أن يطلع بها الرياضي تجاه القضية الأم. واضح هذا هو. نمشي لكواليس المباراة. عزيز جباري في هذا التقرير. إشاعات أقرب إلى النكت صراحة، لأنه أول شيء ما تم تداوله من أسماء للاعبين اللي قال إنهم يلعبوا في الفرق الإسرائيلية هم مش موجودين بهذا الفريق. يعني تعالوا انظروا إلى قائمة هذا الفريق، الأسماء مش موجودة على الإطلاق. هذا الفريق تم تشكيله من خلال لجنة فنية قام بتشكيلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. نصف هذه اللاعبين خدموا في المنتخبات الوطنية الفلسطينية.
هكا كانت الأجواء في مباراة الأفريقي ومنتخب نجوم القدس. فنيا نجمش نحكيو على استفادة من كلا الفريقين، شو تنجم تخرج بهذه المقابلة الودية بعيدة عن معانيها اللي يحكي عليها المات المذوقالي؟ الحقيقة فنيا عادل حاجة واحدة بجلب انتباهي هي اللاعبين الجدد لي جون اللي هبطوا في المباراة سورتو الشوط الثاني، اللي برشا ناس ما تعرفهمش حتى من الجونيور. فما لاعب زاد اجنبي كامروني جاي. كامروني شو رايك فيه؟ ما تنجمش تحكم عادل في مباراة ما الحقيقه يعني فيها شبان سورتو كما قلت لك الشوط الثاني اللاعبين الشبان الكل حبوا يوريوا رواحهم. الملاحظه الوحيده الحقيقه اللي قعدت لي في البال هو في السيد فوزي البنزرت قال لوي مام حتى في مباراه وديه يعني شفناه كيفاش يحب يربح، شفناه كيفاش تغشش في كلكو اكسيون. لكن الحقيقه خليني نقولها انا خليني نحكي على روحي، تمنيت لولا الفريق الفلسطيني هذا يسجل لهم هدف، خاطر شفنا الامبيونس اللي كانت في المباراه. ما تنجمش تحكي تكتيك وتكنيك في مباراه كيما هذه عادل، لكن شفنا شبان ان شاء الله نلقاهم في القريب العاجل في الاكابر. طيب شو تصريحات ما بعد المباراه في تقرير عزيز الجباري؟ تفضل. اللي لعبتها بحياتي واحلى جمهور الافريقي، ومباراه كثير حلوه وانبسطنا بانه جايتنا على تونس كانت روعه من المرات الا التاريخ، يعني كل العالم راح يشهد هذا الشيء. طبيعي ما نجم يكون كان اكبر ماتش كوره اليوم، كنا مع القضيه الحمد لله نورونا اليوم في تونس، مرحبا بهم وان شاء الله ربي معاهم وربي ينصرهم ان شاء الله. احنا اخوه اول اخر، هذه مباراه كره قدم، اما احنا طبعا اول اخر شعب واحد واحنا اخوه، يعني ما فيش بيننا لو مسافات لو شو ما كان، احنا بنضل اخوه لو كنا اخر الدنيا، والحمد لله رب العالمين. نشوف في تاثر كبير منك، يعني الواحد قد ما بيقدر يعني بتذكر البلد والارض والناس والاشياء اللي بنمر فيها، بس الحمد لله رب العالمين هذا اللي نقدر عليه وهذا اللي نقدر نعطيه، يعني ما في يعني اكثر ما انه عم نقدر نعطي، هذا هو الحمد لله رب العالمين. الشكر والاحترام للشعب التونسي وللنادي الافريقي على هاي اللحظة التاريخية. والله انبسطنا كثير في هاي المباراة، وان شاء الله بنرجع كمان مرة على تونس على نفس البلد وبنعيد هاي المباراة. والله بيعملوا اجواء لا توصف صراحة، الواحد بنفسه قبل ما يفوت يلعب بيطلع على الجماهير بصير له نفسه يفوت يلعب بالملعب. نشكرهم كثير على اللي عملوه. للأمانة يعني أول شيء كل الاحترام للشعب التونسي وبالخاصة النادي الافريقي على الاستضافة، للأمانة مباراة كثير حلوة وانبسطنا والله، والحمد لله رب العالمين، جمهور خرافي طول المباراة، للأمانة هم كانوا معطين أجواء للمباراة. نشكر النادي الافريقي والشعب التونسي على الاستضافه اللي احنا بالنسبه لنا في بلدنا الثاني، واكيد احنا سعيدين بهذه الحفاوه في اليوم العالم اللي تضامن مع القضيه الفلسطينيه، واحنا فعلا دخلنا تونس حسينا انه احنا في بلدنا وفي مدينتنا، وبنبعث تحياتنا من مدينه القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وشكرا لكم فعلا على هذه المقابله وعلى هذه الضيافه.
ناصر حبيت تضيف حاجه على المقابله هذه؟ نضيف حاجه على الاحتفال اللي صار في المباراه كمان هذيا، وخاصه حبيت نحكي على بنيه زينه اللي تمنعت تحت الانقاذ وجات لتونس، والحمد لله شفناها هي عملت الكو دونفوا في المباراه هذيا، ومحلاها الحياه وقت اللي ترتبط بالرياضه كيف وحبيت زاد نحكي على بنيه قدس الوسلاتي هاي البنيه زينه الحمد لله اللي رجعت لها الحياه وهي فقدت امها واختها في الحرب غاديك في غزه. كيف حبيت نحكي على بنيه قدس الوسلاتي اللي كانت مصاحبتها زاد محلاها، والتصويره كي شفناها مع بعضهم معناتها بالحق تاكد انه حتى الصغيرات محلاهم كي يبداوا في نفس الامل وفي نفس التمشي. برشا معاني اذا البراءه في ابها معانيها. نختموا مع تقرير اخير. استعدادا لكاس افريقيا تستعد المغرب على قدم وساق لتنظيم نسخه استثنائيه بكل المقاييس. فيتير خاص عن ملعب اللي باش يحتضن مباراه الافتتاح ومباراه الاختتام وايضا مباريات من كاس افريقيا في تقرير لبوخضره حجي ومهدي جبوري في المونتاج. مجهزه باحدث التقنيات الصوتيه. إلى جانب قاعة المؤتمرات وقاعة تركيز مركز إعلامي متطور مرتبط بالإنترنت، غير موجود حتى في أكبر الملاعب العالمية. بمعايير دولية وبسواعد مغربية تم إنجاز تحفة رياضية كاملة الأوصاف من شأنها أن تزيد في روعة الفرجة واللعب للاعبين والجماهير والمشاهدين على حد السواء. طبعا هذا هو أحد ملاعب كأس أفريقيا في المغرب، بالتحديد هذا الملعب في مدينة الرباط، وملعب أكيد فيه كل المواصفات وأكثر شوية من المواصفات اللي تعودنا عليها حتى في الملاعب العالمية. هو عادل ما كنا نشاهده ليس خيالا، وإنما هو بالفعل ملعب وقع افتتاحه في 5 سبتمبر 2025. يكفي فقط أنه تشوف ما يحتويه من تجهيزات، هو عبارة عن تحفة فنية بأتم معنى الكلمة. بالتأكيد نعطيه بعض المعطيات. وقع هدمه بالكامل وإعادة بنائه في عام ونصف. في عام ونصف. معجزة. ملعب نشوفوه الجمعة الجاية 9 أشهر بالتم بنائه. وبسواعد مغربية، وهذا هو الأهم من هذا الكل، يعني دون الاستعانة بمهندسين من الخارج. كنا نشوفوا عادل في أجنحة ومقصورات يعني تقريبا مراوها الا في نزل معناها اللي هي فارهه و5 نجوم من اعلى طراز. كنا نشوفه في مستشفى عادل، مستشفى فيه غرفه عمليات وغرفه انعاش باحدث التقنيات الطبيه. كنا نشوفه في شيء ما نراوهش حتى في المساحات الخاصه وفي المستشفيات العالميه. صراحه تحفة فنية بأتم معنى الكلمة، فيها أحدث التقنيات على المستوى الإعلامية والربط بالإنترنت. صراحة معناها ناس صرفوا برشا، ويبدو أنه الملعب هذا مش يكون منافس ما ننتظره في السعودية، لأنه هنا فما تنافس ما بين قطر والسعودية والمغرب حاليا في إنجاز أفخم ما فما معناها في الملاعب الرياضية. وبصراحة نفتخر احنا كعرب، نتمنى ان شاء الله انه يكون عندنا حاجة كما هكا، ونفتخر كعرب انه ملعب كما هذا مش يكون معناها بصراحة من احسن ما فما على مستوى عالمي. ناصر، بالنسبة لي أنا الملعب هذا فيه 3 طوابق عادل، فيه إنارة عالمية ليد من نوع ليد من أحسن ما فما في الإضاءة، خاصة المباريات العالمية. 800 كاميرا أيضا، أكثر من 800 كاميرا موجودة في الملعب هذا. شفنا المستشفى اللي معناتها حاجة بتقنيات كبيرة، معناتها فيه كل الآليات اللي تنجم غرفة إنعاش، فيه غرفة إنعاش صحيح، فيه حتى اللي يقدر معناتها اللي باتموت كور وقت اللي يصير لك بالصدمات
كهربائيه بالنسبه للقلب، معناتها ظهر لي تحفه معماريه. طبيب اسنان تحفه معماريه يعني حتى الملاعب اللي تضرب سور بلاس في التيران وتيح سنه من سنين سور بلاس يتعدى المساحه. ينجم يمشي غاديك يداوي معناتها بالحق تحفه معماريه بأتم معنى الكلمه، هي مفخره للعرب. سال دو ميسكيلاسيون زاد في ابسط حاجه هذيك سال دو ميسكيلاسيون نعتبرها حاجه عاديه في الملعب كيما هكايا، على خاطر نحكيو على تجهيزات طبيه ونحكيو على حاجات اجهزه اخرين معناتها كبيره برشا. عادل صحه للمغاربه يعطيهم الف صحه. احنا ديما نحيوا الناس اللي تخدم واللي تجتهد، والمغاربه قاعدين يخدموا ويجتهدوا، صحه ليهم. ان شاء الله نهار من النهارات نبداو نعديو احنا هنا عندنا في الحوار ان شاء الله معناتها ملاعب تونسيه ومش غريبه علينا، ان شاء الله نرجعوا في القريب العاجل. مختار. ومن حسن حظنا يعني معناها كل مؤشرات توحي بانه باش تكون نسخه استثنائيه خاصه من خلال الملاعب وهذه البنيه التحتيه المتميزه اللي قاعده معناها تحضر فيها المغرب ايضا لكاس افريقيا ولكاس العالم. فما حتى الملاعب الموجوده اليوم فما ملاعب باش تزيد معناها ضعف عدد الجماهير، يعني باش تكون اضعاف العدد الموجوده الان. وكي تعود عندك تيرانات كيف هناك حتى الفرجه محليه، الفرجه مضمونه، وهي الحاجه الباهيه كي تكون فما تنافس ما بين قطر والسعوديه وتو المغرب. الحقيقه اللي شفته اليوم شفتوش الحق في ملاعب اخرى. شوف يعني لي سال هنا، لي سال دو سوان، عمليات، يعني كل شيء موجود. يعني تبارك الله السيتي يعني ما جماهير 70,000 في عام ونص تبدا بايادي مغربيه. يعني عاود تشوف نحن كي يحبوا يعزموا ونجموا فهمتي عاود يطيح التيران وعاد تبنى في عام ونص. نحن عندنا تيرانات 4 سنين و5 سنين والتو ما تعملوا. على كل حال نحن شوف نحن نفرحوا على شقائنا في المغرب، وكما نقول لك ماري ولا تحسد ماذا بينا زاد نحن لهنا زاد تكون عندنا كيفهم هما. على خاطر كي نتفرج انا هكا شو تبارك الله يعني فريمون راهو اليوم نقولش عليك في نزل قاعد تتفرج مش في فما نزل في الملعب فوالا مش ملعب كرة قدم يعني مستشفى ونزل وفما طبيب اسنان وفما مصلى وفما لي سال اللي شفناهم تو تبارك الله نتاع الفي اي بي. والحقيقه حاجه داخل كرهبتك حتى حاجه خارقه للعاده. طبعا ان شاء الله تكون نسخه استثنائيه وان شاء الله الكل المنتخب التونسي هذا الهام في الموعد وفي مستوى الانتظارات حتى يذهب بعيدا في هذه المسابقه. في انتظار ذلك لابد ان يستفيق وبالسرعه القصوى فيما تبقى من 2 مباريات في رابطه في البطوله العربيه. يلا هكا نصبح نقطة نهاية حلقة اليوم. نتمنى أنه كانت في مستوى انتظاراتكم، ولو أنه ديما بعد الخسارة الأمور ماهيش 5-5، لكن ديما الأمل قائم وحظ سعيد للنصول في بقية المشوار. شكرا كابتن مجدي على الحضور، أيضا أستاذ نورتنا كالعادة. رضوان سمعنا الخبر اللي بتشجع الليتوان أنت محمد المكشر، أعطينا السباق الصحفي على المباشر توا. والله كيفك نسمع في الاخبار. بل ننتظر رضوان الفارحي في الايام القادمه في النجم الماضي الساحلي رفقه محمد المكشر، وقيمه كما يقول سفيان الداش وعاد الضر الى معدنه. ناصر يعطيك الصحه، اسامه ميرسي، مختار بارك الله فيك ويعطيك الصحه الحضور. ونحب نقول لكم الاغنيه هذه من اختيار الفنان على الطور مجدي تراوي. تصبحوا على خير.